نحن أمام سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نمثل وأن نجسد وأن نطبق تلك السيرة حتى نكون بجد أمته، وتبلغ الأخلاق الكريمة العالية قمته حينما توجه الخطاب في آخر يوم خرج إلى المسجد مريضا يخاطب الناس بعد أن قدم بخلال حياته الخير والعز والكرامة. يقف ويقول: أيها الناس، من جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ومن أخذت منه مالا فهذا مالي. ما مضمونه أنه ولا يخافن أحدكم الشحناء فإنها ليست من شأني. في آخر لحظة حينما يريد أن يودع الأمة يطلب منهم أنهم ينتقموا منه إذا أصاب أحدهم بسوء.